ناس كتير بتشتكي ان السندوتشات الفتره الاخيره بقت فاضيه وما بقاش فيها حشو. النهارده هنعمل تجربه مختلفه شويه، هنطلب سندوتش شاورما فراخ، وانا اخترت في الفيديو ده 3 اماكن مختلفين عن الثلاثه اللي كانوا في الفيديو اللي فات، عشان برضو ندي فرصه ونعرض محلات تانية. فالمحلات اللي طلبت منها النهارده هم ابو مازن السوري وابو العز السوري وزين الشام. هنعمل مقارنه ما بينهم، اساسها هيبقى ان احنا هنشوف الحشو اللي جوه السندوتش ده كام جرام شاورما، لان دي تقريبا اغلى حاجه في السندوتش. خلينا نعمل لايك وشير لان ده بيدعم الفيديو، وخلينا نبدا باول واحد وصل معانا هو ابو العز السوري. طلبت سندوتش شاورما سوري صاج من غير توميه عشان نعرف نوزن الفراخ لوحدها. سعر سندوتش الشاورما في ابو العز السوري 60 جنيه، مش جاي معاه اي حاجه. حتى طلبت من محل فيهم كده عاوز توميه بره، قال لي لا مش هينفع، يعني يا اما بدون يا اما مع. حجمه حلو بصراحه، بس هو يعني نصه مخدوم ونصه مش مخدوم. السندوتش برده مفتوح من هنا. بس خلينا لاهم حاجه. ابو العز السوري ب 120 جرام. وعامة محلات الشاورما السوري بتبيع الشاورما دي بالكيلو. انا شفت ان متوسط سعر الكيلو اللي بيبيعوا بيه 500 جنيه. تقطيعة الفراخ بتاعته حلوه كبيره. ما اعرفش مين بصراحه بيطلب سندوتش الشاورما من غير توميه، بس يعني انا شكلي كان غريب جدا وانا بطلبها في التليفون. بسم الله. محدش يطلب سندوتش شاورما من غير توميه، الموضوع بيبقى مش جوسي خالص. بس الفراخ بصراحه طعمها حلو والسندوتش طعمه حلو جدا. ما اعرفش سندوتش شاورما 120 جرام ده حاجه حلوه ولا وحشه. خلينا نشوف تاني واحد وصل هو زين الشام. جامد بتاعه حلو، خفيف لذيذ. سندوتش شاورما فراخ سوري من زين الشام بقى ب 70 جنيه، واخد توصيل 40 جنيه، 71 جنيه و60 قرش بالضريبه. بس السندوتش اصغر شويه بس مليان يعني، والحشو بصراحه بتاعه مبدئيا حلو. زين الشام شاورما الفراخ اللي جواه 96 جرام. مش عارف بصراحه 96 جرام بالنسبه لسندوتش شاورما ب 70 جنيه. هو العيش والتشغيل والخيار المخلل دي كلها تكلفه بسيطه، ممكن تحط لها مثلا ايه 10% زياده او 10% اقل او 5% زياده 5% اقل، يعني على حسب تقطيعه الراجل يعني. بس النهارده احنا بنعرف. بس فراخ هنا قطره، بس هي متقطعه صغير جدا، صغيره بس فراخ طريه. طبيعتها حلوه برضه. موضوع عدم وجود توميه ده مخلي الدنيا صعبه شويه في البلع. ابو مازن وصل. ابو مازن ده اول واحد طلبه واخر واحد وصل. سندوتش الشاورما عنده ب 62 جنيه واخد 32 جنيه توصيل. ابو مازن اصل الشاورما بقى، يعني ده من اقدم المحلات اللي بتعمل شاورما هنا في مصر. ده اكبرهم، والخبره هنا بتفرق. بصوا لون السندوتش، لون التحميصه، هو مبططه من جوه كده. فخلينا نشوف بقى الحشو. ابو مازن ب 106 جرام، كلهم حاطين خيار مخلل. بس ابو مازن مقطع الشاورما مفتفته قوي. ابو مازن اول ما بيتزنق في الوقت دايما بيحروق كده الدنيا. ابو مازن انا بحبه جدا، ومن الاطعمه المميزه كده اللي بتاكله انت بتعرف ان دي شاورما ابو مازن. احنا خلصنا، والاستنتاج ان مفيش فروقات كبيره قوي ما بين الثلاث محلات. زي ما قلت لكم، لو حطينا 10% فوق 10% تحت على حسب الراجل اللي بيقطع وعلى حسب سندوتشك، فهو الرينج هيبقى 100 جرام شاورما فراخ، ورينج السندوتش من 60 ل 70 جنيه. المحلات السوريه دي برضو بتبيع الشاورما لوحدها، لو بصيت في المنيوهات عندهم هتلاقي ان رينجها تقريبا 500 جنيه 600 جنيه. فانا النهارده مش هحكم على الاسعار دي خالص. انا النهارده عاوز اشوف رايكم انتم في الحوار ده. انا بس كنت عاوز اعرف السندوتشات اللي بنطلبها دي بيجي لنا كام جرام فراخ فيها، لان في ناس كتير غلت السندوتشات الفتره الاخيره وقالت لك الفراخ غليت. ما تنساش تعمل لايك وشير لو الفيديو ده عجبك. لو حابب تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.